السلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كنتمنى صحيحتكم تكون مزيانه. غاديين مع الروتين ديال المدرسه خوتي. بدا الروتين ديال المدرسه، جري عليا نجري عليك ماشي مشكل. هذه هي سنه الحياه. كيف ما كيبان لكم اخوتي، غادي نشارك معكم الاقتراح ديال هذا النهار. غادي يكون فيه طويجين باللحم والمشماش. غادي نشاركوا معكم البنات بواحد الطريقه سهله، تقدري ديريه حتى لاخر لحظه. وغادي ندير معاه كذلك كيف ما بان لكم في الفيديو شلاضه ديال الروز. غادي نشارك معكم فريت اللي ما كتجيش شاربه الزيت، كتجي زوينه البنات ومقرمشه. وكذلك غادي نرافقوه بالسلطه ديال الروز المعروفه كيف ما كيبان لكم اخوتي في الفيديو. وبسم الله على بركه الله. كيف ما كيبان لكم غادي ناخذ واحد الكميه ديال اللحم. انا هنا تقريبا عندي شي كيلو تقريبا ناقصه منه شي 100 غرام. مهم بالنسبه للحم كيبقى على حساب افراد العائله. هنا البنات انا خوتي ما طيبتوش بكري بكل صراحه، داكشي علاش غادي نسد عليه في الكوكوط. عاد غادي نديروه في الطويجين. غادي نحسبوا ليها البنات واحد 15 دقيقه. غير تبدا تصفر الصفاره 15 دقيقه صافي، وغادي يكون اللحم ديالكم تقريبا دخل في النص ديال الطياب. هنا خوتي غادي ندير درت اللحم يطيب، في نفس الوقت غادي ندير شلاضه حتى هي طيب. درت معها شويه ديال الجلبانه، ودرت كذلك كاس ديال الرز مع شويه الملحه وشويه ديال الزيت. هاد القياس البنات قياس ديال جوج الناس حتى لربعه الناس كتجي هي هذيك. انا ما كياكلوش لي وليداتي، كناكلها غير انا ومول الدار، داكشي علاش كندير غير شويه. انا خوتي كيف ما كيبان لكم من بعد ما كدوز 15 دقيقه كيكون اللحم ديالكم دخل فيه الطياب بهذا الشكل. كناخذوا طويجين اولا الحماس ولا فاش ما بغيتو ديروه. كناخذوا واحد الحبه كبيره ديال البصله مع قزبر ومعدنوس. كنديروا كذلك 3 الفصوص ديال الثومه. الا بغيتو اخوتي طريقه ديال اللحم مدغمر محمر بحال ديال العراس وحسن، غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف اولا في اول تعليق. كيف ما كيبان لكم اخوتي كيجي واعر، كيجي زوين. وعلى فكره انا كنهضر مع البنات المبتدئات، البنات اللي عمرهم ما دخلوا للكوزينه وكيبغيو يستافدوا اولا كيبغيو يتعلموا. اما الناس اللي كتعرف ومنكم كنقول لك اختي منكم نتعلموا. انا خوتي درت الطويجين ديالي ودرت فيه داك المرق ديال اللحم ما كنلوحوش. كندير معاه العطريه اللي فيها الملحه، فيها البزار والسكينجبير الخرقوم عرق وشويه ديال التحميره. وكنديروا ليه كذلك واحد راس المعلقه ديال العطريه ديال المروزيه. كيجي البنات بهاد التتبيله كيجي رائع صافي. وكنديروا واحد الخويط ديال الزيت كيف ما كيبان لكم. بهاد الطريقه البنات 15 دقيقه كيكون الطاجين ديالكم طاب. غير طيب ديك البصيله كتعلق صافي اخوتي وكيطيب لكم حتى اللحم مع ديك البصيله كيكون اللحم ديالكم طاب، كيجي معلك ومدغمر غادي كيف ما غادي نشوفوا في الفيديو. انا خوتي خديت واحد الكميه ديال البطاطا تبقى على حساب افراد العائله. درت فيها من بعد ما كنكونوا نقيناها وغسلناها مزيان من داك النشا، كنديروا ليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الخل وكنخليوها غير تطلع فيها الغليه. غادا نبين لكم في الفيديو. غادي نطفيو عليها ما كنخليوهاش تسلق، غير كتطلع في الغليه كنطفيو البوطه. انا خوتي هانتوما الطويجين ديالنا كنقليوه بهذا الشكل صافي. هنا راه كيكون تقريبا طاب، ما فاتش حتى 10 دقائق كيكون بهذا الشكل صافي. غنزيدو 5 دقائق بحال هكاك صافي غيكون الطويجين ديالنا موجود. هنا غادي نرافق الطويجين ديالي بالمشماش. غادي نكونوا غسلناه حتى هو مزيان وغنديروا فيه عويد ديال القرفه وواحد المعلقه تقريبا ديال المزهر، وغنديروا فيه راس المعلقه ديال الملحه كيف ما كيبان لكم. من الاحسن ديروا القرفه عواد ما ديروهاش بودره باش كيبقى في اللون ديالو زوين. انا خوتي الروز ديالنا طاب وديك الجلبانه كنزيد عليه المايس والطون، وكنديروا كذلك واحد المعلقه ديال الخل وخلاص الملحه راه كنكونوا سلقناه بها صافي. وغادا ندير كذلك كيف ما كيبان لكم شويه ديال المايونيز تقريبا واحد 2 معالق.
اختي المايونيز عندي في المرحله الاخرى ديالو. صافي كنخلطوه مزيان كيف ما كيبان لكم، وغادي نحطوه في الثلاجه حتى يبرد، بعدا نقدموه بالصحه والراحه. هنا خوتي ها نتوما البطاطا غير كتطلع في الغليه صافي كنطفي عليها، ما كتبقاش حتى كتسلق. هنا المشماش حتى هو كيطيب في نفس الوقت. صافي غير كنصفيوها من ديك المويها ديالها صافي، وكنديروها تبدا تقلى. كتجي البنات بهاد الطريقه، ما كتشربش لكم الزيت بزاف وكتجي مقرمشه، كتجي زوينه. هذه هي الطريقه ديالي انا في الفريت. وكاينه طريقه اخرى كنديرها بالنشا، ولكن انا كنفضل هذه صراحه الله، كتجي مقرمشه وما شارباش الزيت. هنا خوتي من بعد ما كيكون طاب لينا المشماش كنديروا ليه 2 معالق ديال العسل. انا كنفضل ندير العسل، ولا ما متوفرش عندكم غادي نضيفوا سكر حبيبات، غديروا واحد المعلقه كبيره. ولكن راه صدقوني اخوتي بالعسل كيجي معلك ما نقولش لكم. انا غنزيد شويه ديال القرفه غير على حساب اللون، ما كنكثروش بزاف كيف ما كيبان لكم، باش كيجي بهاد اللوين البنات المذهب كيجي زوين. وكان هذا هو الاقتراح ديال هذا النهار. كيف ما كيبان لكم هذا هو الطويجين ديالنا، كيجي مدغمر معلك حتى لاخر لحظه اختي عندها تقدري توجديه. كيجي زوين. سلطه الصراحه ما شاركتش معاكم ديال التفاح والزبيب والخس، هذا كتجي زوينه. الا بغيتوني نديرها معاكم قولوها لي في التعاليق. كذلك الفريت ديالنا رافقنا هذاك الطويجين ديالنا بشلاضه ديال الروز اللي كتجي زوينه حتى هي كيف ما كيبان لكم. كان هذا هو الاقتراح ديال هذا النهار. اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. انتم اخوتي بالنسبه للحيمه ديالنا كتجي طايبه وفتيه، هذيك السده اللي كتسدوا عليها المشماش حتى هو كذلك. هذه بالنسبه لك انت اختي مزروبه. اما الا كان عندك الوقت تقدري طيبيه غير في الطاجين بلا ما تسدي عليه في الكوكوط، كيجي زوين. خصوصا الا كنتي دايره منها الطريف ديال الملج، راه الملج معروف دغيا كيطيب اخوتي. هانتوما كيطيب الحيمه ديالنا كطيب زبده، وما نقولش لكم حتى المذاق كيجي رائع. كان هذا هو الاقتراح ديال هذا النهار. كنتمنى الفيديو يعجبكم، ولو وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش خصكم بلايك وكومنتير فضلا وليس امرا. وكذلك اخوتي ما تنسونيش من البارطاج باش هكا تعم الفائده على الجميع. الى عجبكم الفيديو من طبيعه الحال، ولا بقيتوا حتى لهنا نخليكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.